المخلل بتاعنا دوت، عشان الاكله بتاعتنا تبقى ايه جميله كده ومميزه. وطبعا انتوا عارفين الجو حر، فاحنا بنحب الحاجات المخلله عشان تفتح نفسنا. انا هنا حطيت في السلطانيه الصغيره دي حطيت توم، وحطيت كزبره وكمون وملح وفلفل، لا وملح وشطه وبابريكا، وعصرت ليمون وبشرت طماطمايه وبشرت جزرايه صغيره زي ما انتم شايفين كده. يبقى احنا حاطين خل وملح وكمون وكزبره وليمون وتوم، وعصرنا عليهم ليمون وحطينا شويه الخل زي ما انا قلت كده. تمام كده قلبنا كل التتبيله. عايزه اقول لك ليه بقى السكر، ليه حطينا السكر. السكر بيظبط الطعم التتبيله بتاعت البتنجان المخلل، عشان تبقي عارفه، عشان يبقى البتنجان بتاعك مميز وطعمه حلو. حطي نص معلقه صغيره من السكر مع تتبيله البتنجان، هتخليه طعمه روعه وتظبط لك الطعم بتاع التتبيله جدا جدا. جربي كده وبقولي لي في التعليقات رايك ايه. تمام كده خلاص. كده خدت بقى الخلطه بتاعتي وبدات احشي البتنجان بتاعي. البتنجان دوت انا جبته وغسلته وقطعت الحته اللي هي بتبقى الخضره اللي فوق ديت، وشقيته كده شقه وبدات اقليه في الزيت. وبعد كده طلعته في المصفى بتاعتي لحد ما اتصفى خالص، وكنت قاليه معاه كمان قرنين من الفلفل الحامي. وبدات بقى بعد ما برد خالص عملت الخلطه كده زي ما انتم شايفين، وبدات احشي الايه البتنجان بتاعي، وكمان بحشي الفلفل علشان يبقى الفلفل كده متبل وفي شويه من التتبيله اللي هي بقى فيها خل وليمون ومتظبطه دي، هتخلي كمان الفلفل له طعم حلو قوي. للي بيحب الفلفل السبايسي وياكله هيبقى متملح وجميل كده زيه زي البتنجان بالظبط. جربي كده وشوفي وقولي لي رايك ايه في التعليقات لما تجربي التتبيله بتاعتي بالطريقه دي، او البتنجان المخلل بتاعي بالطريقه دي زي ما انت شايفه كده. وكمان لو حبيتي تحشي طماطم او اي حاجه بنفس التتبيله دي هتظبط لك الطماطم. لو انت مش حابه مثلا تعملي بتنجان مخلل، حابه تعملي طماطم مخلله بنفس الطريقه زي ما قلت لك. وما تنسيش نص معلقه السكر اللي قلت لك عليها تحطيها في الخلطه بتاعه المخلل، هتظبط لك الطعم وتخليه طعمه في منتهى الجمال. تمام كده خلاص. خلصنا بقى البتنجان المخلل بتاعنا.